السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وأهلا بكل الناس اللي بتتابعنا. طبعا زي ما احنا شفنا زيارة عبد الفتاح السيسي للبيت الأبيض، وقد إيه ترامب كان فرحان بزيارة مهيتر بن مليكة الهبلة. وشفنا يعني فرحة عبد الفتاح السيسي الشديدة جدا بدعوته للبيت الأبيض. يعني شوف، يعني قاعد بيضحك زي العبيط وبيقول كلام ملوش لازمة خالص. لكن الحقيقه الزياره دي يعني طبعا هي كانت مفيده لنظام عبد الفتاح السيسي. ده دعم مباشر من امريكا لنظام عبد الفتاح السيسي. لكن امريكا الاعلام بتاعها حر، ودي حاجه مهمه. ف وسائل الاعلام الامريكيه ابتدت تتكلم عن الزياره دي، وابتدت تحلل يعني الزياره دي، وابتدت تتطرق لاوجه الشبه بين عبد الفتاح السيسي وبين ترامب. فيعني كان في امبارح على قناه تلفزيونيه امريكيه هامه، وهنزل لكم رابط اليوتيوب يا جماعه تتفرجوا بنفسكم عشان تتاكدوا. يعني كل حاجه انا بقولها لحضراتكم بنحط لحضراتكم الايه الدليل بتاعها. المهم، المذيع بيسال الراجل بيقول له ايه اوجه الشبه بين عبد الفتاح السيسي وبين ترامب. سؤال منطقي يعني، او ايه اوجه التشابه، او يعني القرب بين ترامب وبين عبد الفتاح السيسي. فالراجل قاعد يقول نقاط كتيرة جدا. يعني ترامب مش مهتم بحقوق الإنسان، عبد الفتاح السيسي مش مهتم بحقوق الإنسان. يعني ترامب ضد الإسلام وضد الإسلاميين، عبد الفتاح السيسي برضو نفس الحكاية، ضد الإسلام وضد الإسلاميين. فالراجل قاعد يتكلم في حاجات كتير قوي، يعني أوجه شبه بين ترامب وبين عبد الفتاح السيسي. في الآخر بقى جه فجر معلومة مهمة جدا، واحنا اتكلمنا قبلها يعني قبل كده عليها كتير. لكن المعلومة دي يا جماعة يعني تأكيدها على التلفزيون الأمريكي ليها أهمية كبيرة جدا، عشان كان في ناس دايما بتكذب المعلومة دي، اللي هي إيه بقى؟ إن أم عبد الفتاح السيسي يهودية، وإن أهل عبد الفتاح السيسي من ناحية الأم موجودين في إسرائيل وليهم علاقات مباشرة بالموساد. فالراجل وهو بيتكلم يعني قال ان يعني برضه وجه مقارنه بين عبد الفتاح السيسي وبين ترامب. فقال ان ام عبد الفتاح السيسي يهوديه، وان اهل عبد الفتاح السيسي موجودين في اسرائيل وليهم علاقات مباشره بالموساد. وقال على ترامب ان يعني دايما ترامب كان ليه علاقات بالمنظمات الصهيونيه المتشدده، وترامب نفسه مجوز بنته لشخص صهيوني اللي هو كوشنر، جاريد كوشنر. ده صهيوني متطرف جدا. وبنته ايفانكا ترامب لما اتجوزت جاريد كوشنر ده غيرت ديانتها من المسيحيه لليهوديه. يعني حتى بنت ترامب كمان لما اتجوزت اليهودي الصهيوني ده غيرت الديانه بتاعتها من يعني المسيحيه لليهوديه، علشان الولاد يعني العقيده اليهوديه ان لازم الابن يبقى امه يهوديه عشان يبقى يهودي. فهو جاريد كوشنر اشترط على ايفانكا ترامب عشان يتجوزها انها تغير دينها علشان ولاده يطلعوا يهود زيه. ففعلا ايفانكا ترامب حولت ديانتها لليهوديه. فالكلام ده بقى في منتهى الاهميه، ان عبد الفتاح السيسي في امريكا وفي قناه امريكيه يتقال ان امه يهوديه، وان عيلته لسه موجوده من ناحيه الام في اسرائيل، وان ليها ان العيله دي علاقتها مباشره مع الموساد. الكلام ده بيفسر لنا حاجات كتيره جدا. كلام على سبيل المثال، مثلا تسليم جزر تيران وصنافير للسعوديه منظر عشان تتسلم للقوات الاسرائيليه. مش ممكن واحد وطني، او مش ممكن واحد عنده ذره واحده من الوطنيه يسلم يعني الارض المصريه. القوات الاسرائيليه اللي مات على الارض دي شهداء كتير جدا للدفاع عنها. تيران وصنافير كانت سبب حرب 67 لما عبد الناصر قرر انه يقفل مضيق تيران. ف يعني تيران وصنافير قامت حرب 67 كلها بسببها. ودلوقتي بمنتهى البساطه عبد الفتاح السيسي عايز يتنازل للارض دي لاسرائيل، اللي هي موطنه، اللي هو يعني بيدين ليه بالولاء. ويمكن زياره عبد الفتاح السيسي دي يا جماعه مكافاه من اسرائيل لعبد الفتاح السيسي على الخدمات الرهيبه اللي عملها لها في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. على سبيل المثال انه مثلا دلوقتي اسرائيل بقت بتعمل ضربات جويه بدون طيار. يعني بتدخل دلوقتي من غير حتى التنسيق مع الجيش المصري، تضرب ضربات جويه وبتقتل اللي هي عايزاه وبتعمل اللي هي عايزاه، وتتحرك بحريه تامه جدا كانها ارض يعني تحت السيطره الاسرائيليه. ان هو مهم جدا. يعني قطاع غزه
اي حاجه. يعني لو اسرائيل قالت للسيسي اقفل حاصر قطاع غزه، بيحاصر قطاع غزه. قالت له اعمل مفاوضات مع حماس، يقوم عامل مفاوضات مع حماس، ودعا حماس قبل كده للحوار في الفتره الاخيره. فهو شغال ان هو المندوب الاسرائيلي في المنطقه. دلوقتي اسرائيل عايزه منه ان هو يلم الدول العربيه عشان يعملوا حلف عربي ضد ايران. دلوقتي هو بيعمل حلف عربي ضد ايران. طلبوا منه ان هو يقنع الدول العربيه انها توافق على يهوديه الدوله، معنى كده ان حقوق اللاجئين الفلسطينيين كلها هتروح وحق العوده كله هيروح. قام راح يقنع الدول العربيه كلها بموضوع ان هم لازم يعترفوا بيهوديه اسرائيل. وده اللي اتكلم عنه عبد الفتاح السيسي قدام ترامب لما قال ان ترامب هيحل مشكله القرن. هو بيتكلم على المشكله الفلسطينيه، ويعني الفكره بقى اللي هم عايزين يطرحوها يعني، واللي اتقالت في الاعلام الامريكي، ان يعني عبد الفتاح السيسي هيقنع الدول العربيه ان هم يعترفوا بيهوديه الدوله. طبعا دي كارثه من جميع النواحي. غير كده طبعا مش هيبقى في حل دولتين، ومش هيدوا للفلسطينيين حاجه، وهو عايزين يعني يدوا القدس كلها لاسرائيل، ومش هيدوا لحد حاجه خالص. هو ده الحل من وجهه نظر عبد الفتاح السيسي. ويدوا مجرد هيوسعوا قطاع غزه على حساب سيناء، يعني هيبقى في جزء من سيناء يعني هيتاخد لحساب قطاع غزه عشان الفلسطينيين يعيشوا فيه، وفي المقابل اسرائيل هتدي لمصر يعني بعض الاراضي في صحراء النقب. ده بقى الحل اللي عبد الفتاح السيسي بيحاول يروجه، والكلام ده يا جماعه في منتهى الخطوره. ده الحل اللي عبد الفتاح السيسي بيحاول يروجه دلوقتي، واعلامه هيروجه الفتره الجايه. يعني الكلام ده في منتهى الاهميه ومنتهى الخطوره. كل الحاجات دي تقول لنا حاجه واحده بس، ان فعلا عبد الفتاح السيسي ولاؤه الوحيد وكل حاجه بيعملها مش لمصلحه مصر، لمصلحه اسرائيل بالكامل، سواء على المستوى السياسي، سواء على المستوى العسكري زي ما قلت لحضراتكم العمليات العسكريه، سواء على اي مستوى. يعني افكر حضراتكم برضو ان عبد الفتاح السيسي صوت لمصلحه اسرائيل في الامم المتحده 3 مرات. يعني عمرها ما حصلت يعني في عصر الكنز الاستراتيجي حسني مبارك، اللي هم كانوا بيقولوا عليه كنز استراتيجي. اذا كان حسني مبارك كان كنز استراتيجي لاسرائيل، ف يعني السيسي هو ابن اسرائيل، ابن يعني عائلته لسه موجوده في اسرائيل، شغالين مع الموساد. كل تصرفات عبد الفتاح السيسي بتبين ان ولاؤه الوحيد لاسرائيل، وان هو محمي في اسرائيل. عشان كده بسبب علاقه اسرائيل جدا القويه، وبسبب ان ترامب افكاره صهيونيه جدا، كان فرحان بعبد الفتاح السيسي، وكان شايف ان عبد الفتاح السيسي بيخدم الاهداف الصهيونيه بشكل كبير. عشان كده كان مرحب بيه بشكل كبير جدا. وعشان كده على سبيل المثال يعني سخريه القدر بقى اللي حصل، المجزره اللي حصلت في سوريا دي مجزره رهيبه جدا، استخدام اسلحه كيماويه. الكلب عبد الفتاح السيسي ما قدرش يفتح بقه. تخيلوا ان عبد الفتاح السيسي ما قدرش يفتح بقه خالص ولا يعترض، واسرائيل هي اللي تعترض على الهجمه اللي بالسلاح الكيماوي اللي حصلت في سوريا. عمركم شفتوا مهزله اكتر من كده؟ عارفين ليه عبد الفتاح السيسي ما قدرش يفتح بقه ويتكلم؟ لانه كان مستني الاذن من اسرائيل الاول، مستني الاذن من اسرائيل الاول انه يتكلم ولا لا. هتلاقي بعد ما نتنياهو طلع تصريحه هتلاقي بقى عبد الفتاح السيسي ممكن يتكلم. لكن طول ما نتنياهو ما اتكلمش، وطول ما نتنياهو ما اداش الاذن لعبد الفتاح السيسي انه يعمل اي تصريح، عشان كده سكت وما قدرش يفتح بقه. والدول العربيه كلها سكتت، وفرنسا هي الدوله الوحيده، تخيلوا فرنسا يعني اللي هي الدوله اللي طلبت يعني باجتماع في مجلس الامن لمناقشه المجزره دي. مفيش دوله عربيه طلبت ولا واحده. يعني عرب خونه، آل سعود الخونه اللي هم كانوا بيقولوا ان هم مع الثوره السوريه، ما اتكلموش ليه؟ ما راحوش ليه يعني في مجلس الامن؟ ما اعترضوش ليه؟ ايه ده؟ ايه الخيانه والعماله؟ ايه الزمن اللي احنا فيه ده؟ حكام خونه لا يمثلوا شعوبهم على الاطلاق، وما يهمهمش غير ان هم يفضلوا على الكرسي. عموما بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.